تعال أقول لك على خلطة سرية تبني بيها خريطة محتوى تمشيك لشهور في وقت قليل جدا جدا جدا. ازاي تقدر تبني خطة محتوى متكاملة تخدم على البيزنس بتاعك؟ كل الناس عارفة دلوقتي ان التسويق بالمحتوى هو الكينج، هو الملك اللي بيكسبك ويكسب البيزنس بتاعك. لكن الحقيقة الملك من غير خطة يمشي بيها هيبقى عبارة عن مهرج بيلف حوالين نفسه، وده اللي احنا بنلاحظه في المشكلة اللي بتواجه اغلب الناس. انا بنزل بوستات كتير بس مش شايف نتائج، يا ترى ليه؟ لان المحتوى مش ماشي ورا خطة بتخدم على هدف واضح. علشان كده تعالى اقول لك على خريطة بسيطة او خلطة سحرية تبني بيها خطة محتوى تمشيك لشهور. واحد، حدد هدفك التسويقي الاول. عايز تعمل ايه بالمحتوى؟ تجيب عملاء، تبني ثقة، تروج وتعلن لمنتج؟ الهدف ده هو اللي هيحكم نوع المحتوى وعدده وطريقة توزيعه. اتنين، اعرف المراحل اللي بيمر بيها العميل بتاعك. اي حد بيتعرف عليك او بيشوف الخدمة او المنتج اللي انت بتقدمه بيمر بثلاث مراحل: التي او اف او التوب اوف ذا فانل، ودي اللي بيتم فيها التوعية وفيها انك تنزل محتوى عام وفيها انك تحاول تتكلم عن المشاكل اللي ممكن العميل المحتمل بتاعك يكون بيقابلها. تاني حاجة الام او اف او الميدل اوف ذا فانل، وفيها انت بتحاول تكلم العميل بتاعك بالمصداقية وبتحاول توري له نتائج حقيقية العملاء بتوعك وصلوا لها عن طريق ان هم استخدموا المنتج او الخدمة اللي انت بتقدمها. بي او اف او البوتوم اوف ذا فانل، ودي اللي فيها بتحاول تقدم عرض مغري للعميل المحتمل بتاعك، بتحاول تقدم له سي تي اي او كول تو اكشن واضح مفروض ياخده لما يشوف الاوفر اللي انت بتقدمه. خطتك التسويقيه لازم تغطي الثلاث مراحل دول، مش كلها توعيه وفي نفس الوقت مش كلها بيع. ثلاثة، وزع انواع المحتوى بذكاء. خطه المحتوى الشغاله فيها خلط ما بين محتوى تعليمي، محتوى قصصي او شخصي، اثباتات على صدق تجربتك معاهم، محتوى بيعي مباشر، ومحتوى تاني الهدف منه المشاركه والتفاعل. كل نوع من دول بيلعب دور في الهدف اللي احنا كلنا بنسعى له مع العميل المحتمل بتاعك، ان احنا نحوله من واحد بيسمع منك لواحد تاني بيشتري منك. أربعة، استخدم كالندر بسيط ثابت، مش لازم شيت اكسل مرعب. ابدأ بورقة أو جوجل كالندر فيها نوع البوست، الهدف بتاعه، المنصة اللي هتنزل عليها البوست. دراسة من كوست كاتوال بتقول الشركات اللي عندها خطة محتوى واضحة بيزيد معدل التفاعل والمبيعات عندها بنسبة 60% عن الناس التانية اللي بتقدم محتوى عشوائي. ما تقولي كده بصراحة في الكومنتات، هو أنت شغال بخطة محتوى فعليا ولا بتمشي أمورك؟ السلام عليكم.